بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. كل سنة وانتم طيبين. طبعا رمضان على الأبواب، وهنبدأ بقى نعمل مع بعض القطايف. هنعملها بطريقة بسيطة خالص، وهتشوفوها معايا طالعة زي الفل، زي اللي انت بتجيبها من بره وأحسن كمان. كل الكمية اللي انت شايفاها دي من كوبايتين دقيق ونص. هندخل وقت على التحضير عشان تشوفوها معايا. كل ده هنعمله في الخلاط. طبعا معايا الخلاط زي ما انتم شايفينه كده. معايا هنزل فيه أول كوباية دقيق. دي الكوباية بتاعت الشاي اللي هي لا كبيرة ولا صغيرة. هنزل عليها بربع معلقة صغيرة ملح. حابة تضربيها بالمضرب باليدوي في بولة، بلاش الخلاط، اعمليها. وهنزل عليها بنص معلقة صغيرة بيكنج باودر، وقطعة خميرة زي ما انتوا شايفينها كده، ما تكونش قطعة كبيرة. ونص معلقة سكر، ما تكتريش السكر عشان ما يحرقهاش معاك وانت بتخبزيها. كده نزلت بالكوباية التانية، وكده نزلت معايا بنص كوباية. هبدأ انزل عليها بكوبايتين مية ونشوفها مع بعض. اذا احتاجت مية تاني هنزودها، وهوريكم القوام بتاعها بيطلع ازاي. طبعا كده احنا بنضربها في الخلاط. ده القوام بتاعها اللي احنا عايزينه عشان تطلع معاكي مظبوطه. احنا لا عايزينه خفيف ولا تقيل. لو طلعت تقيل معاكي هيتعجن ومش هتطلع معاكي هشه زي اللي بتشتريها من بره. ولو طلعت خفيفه هتسيل معاكي ومش هتعرفي تظبطيها. زي ما انتوا شايفينها معايا، لا تقيله ولا خفيفه. طبعا عشان اول مره هنستعمل الطاسه، ودوبك بتمسحيها بمنديل او باي حاجه موجوده عندك او بفرشه، حاجات بسيطه زيت خالص. طبعا احنا سيبنا العجينه حوالي 5 دقايق، ما سيبناهاش لما تخمر. هي دوبك ريحناها 5 دقايق، ومسحنا الطاسه زي ما انتوا شايفين كده، ما يكونش فيها زيت كتير. حابه تعمليها زي ما عملتها من كوز الخلاط كده اعمليها، حابه تعمليها بكبشه عشان تطلع كلها مقاس واحد برضو اعمليها. اول حابه تسيبيها على ربنا وتعمليها زي ما عملتها بكوز الخلاط كده، مش هتفرق معاكي برضو، ما فيهاش حاجه. لا لما القطايف بدات معاكي تخرم بالطريقه دي، تعرفي لا هتطلع معاكي باذن الله مظبوطه. طبعا انتوا عارفين الاسعار دلوقتي عامله ايه، يعني انت لو عملتها في البيت مش هتكلفك. يعني الكوبايتين ونص دي دول ادوني كميه يمكن كيلو قطايف او يمكن ازيد كمان. وهتشوفوه معايا في الاخر. كل اللي محتاجينه شويه ميه ودقيق وقطعه خميره. ما دام القطايف خرمت معاكي كده تعرفي ان هي مظبوطه. طالع معاها ان القعر بتاعها يكون لونها ذهبي، بس ما تغمقيش جامد عشان لما تحمريها في الزيت تطلع معاكي لونها ذهبي ومقرمش. طبعا هنكون معانا صينيه حاطين عليها فوطه او اي حاجه قطن تكوني بتستعمليها للطبخ. كل ما نطلع حاجه هنحطها عليها ونغطيها عشان ما تنشفش منك. طبعا احنا بنفضي كمان، غير اللي احنا عملناهم مع بعض في الاول بنفضي تاني زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا انت ممكن تحشيها حلو، ممكن تحشيها حادق، وممكن تعمليها من دلوقتي وتحشيها وتخزنيها في الفريزر وتطلعها في رمضان على الاستعمال على طول. انا سبتها معاكم عشان تشوفوها من الاول، من اول ما فضيتها عجينه لحد ما بدات تعمل معايا الفقاعات اللي انتوا شايفينها دي. طبعا انتوا شايفين بدات تنشف معايا من الجوانب. طبعا انتوا بتعمليها على نار هاديه. لو عملتها على نار عاليه هتطلع معاكي معجنه، ولو وطيت النار جامد هتنشف معاكي. انا مش راضيه افصل عشان تشوفوها معايا من اول ما حطيتها وهي عجينه لحد ما تنشف. شايفين معانا زي اللي بنجيبها من بره، ما تفرقش عنها حاجه. انا بحاول اوريكم القعر، بس هي طبعا لسه هتستوي. شايفين دي استوت معايا اكتر. دي زي اللي احنا بنشتريها من بره ولا لا؟ زيها ويمكن كمان اجمل، وما كلفتناش زي اللي بنجيبها من بره. لان حاليا بره دلوقتي الكيلو وصل 60 جنيه. يعني كل الكميه دي تعتبر طلعت معاك من ربع كيلو دقيق، لان انا عاملاهم بمج الشاي الصغير، او بالكوبايه بتاعت الشاي اللي هي الصغيره، مش اللي هي مودن، اللي هي الكوبايه العاديه. زي ما انتم شايفين كل ما بطلع حاجه بحطها على القماشه اللي احنا فرشينها وبغطيها عشان تفضل معاكي طريه. هنبدا بقى اخلص كل الكميه واوريها واسلم على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. زي ما انتم شايفين دي القطايف اللي احنا عملناها مع بعض في الفيديو اللي فات. انا قليتها وبوريها لكم عشان تتاكدوا ان هي طلعت معانا مظبوطه وكويسه. حتى انا قليتها بعد ما فرستها، انا كنت استعملت
ما كنتش عايزه احمرها في نفس اليوم، فحشيتها وفرستها وحبيت اطلعها النهارده واحمرها، يعني دي بعد ما اتفرزت معانا كمان. انا بوريها لكم طالعه معانا هشه ولونها ذهبي. طبعا الحشوه اللي انت حابه تحشيها، انا هحشي كان عندي موجود عندي زبيب وجوز الهند وحطيت عليهم معلقه سكر. حابه تستغنى عن معلقه السكر استغنى عنها. دي انا بوريها لكم اهي، دي اللي احنا كنا عاملينها مع بعض في الفيديو اللي فات، هتلاقوه قبل الفيديو ده باذن الله، اللي حابب يسمعها يشوف. زي ما انتم شايفين القطايف طالعه معايا زي الفل، لا بتفتح ولا بيجرى لها اي حاجه، وطالعه معايا مقفول. طبعا زي ما قلت لك الحشوه دي اللي انت حابه تحشيه، حابه تحشي بندق، حابه تحشي فستق، حابه تحشي زبيب وجوز هند، بس انا بحشي زبيب وجوز هند موجود في كل بيت، اللي اي حد فينا ممكن يقدر يجيبه. عندك سوداني وحابه تضيفي عليه ضيفي، مش حابه تحشيها كده وحابه تعمليها زي القراطيس وتحمريها وتحشيها كريمه، هتنفع معاكي برضو وهتعمليها. زي ما انتم شايفينها شكلها معايا، انا بوريها لكم بكل تفاصيلها. طبعا انا هحشي كل الكميه دي زي ما انتم شايفين، بس انا طبعا مش هستعمل الكميه دي كلها مره واحده، او بصراحه مش هستعملها النهارده. انا هحشيها لان طبعا ما تنفعش تنشال كده من غير ما تحشيها، لازم تحشيها يكون افضل. فانا هخلص كل الكميه دي حشو وهحطها في كيس وهحطها في الفريزر. كده انا خلاص خلصت الكميه كلها حشو. انا بوريها لكم، طبعا دي بعد ما طلعت معايا من الفريزر. حتى انتوا دلوقتي هوريها لكم هتلاقي عليها لسه تلج عشان تعرفوا اللي هي كانت طالعه معايا كده خلاص اهي التلج لسه موجود عليها. معلش يا حبايبي انا غلطت، الاولانيه دي وانا كنت بكيسها قبل ما احطها في الفريزر، لكن الكيسه دي بعد ما طلعتها من الفريزر هتلاحظوا ان لسه عليها تلج زي ما انتم شايفينها كده وماسكه مكعبات. طبعا احنا هنسيبها تفك خالص، مش هتحمريها وهي مجمده، واحنا حاطين زيت على النار وهنبدا بقى نحمرها. طبعا ما ينفعش تحمريها وهي مجمده زي ما قلت لك، لان لو حمرتها وهي مجمده هتطلع معاكي معجنه. فانت هتسيبيها في التلاجة من تحت لو انت حابه تطلعيها من بالليل وتحمريها، او الصبح وتحمريها قبل الفطار على طول وتاكليها وهي سخنه. طبعا القطايف بتكون سخنه والشربات بيكون بارد، وشربات الحلويات زي ما انتوا عارفين بيكون شربات تقيل. يعني هتحط كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه عليهم عصره ليمون. شايفين شكلها معايا زي انا بوريكم طالع معايا هلوني دهب. ده طبعا الشربات انا كنت عاملاه بارد، انا ما بحبهاش تشرب شربات كتير، فعشان كده حطاها في مصفى وهبدا ارش عليه. انما انت لو حابه تحطيها في الشربات هتطلعيها على طول على الشربات وبعد كده تصفيها وتطلعيها في الطبق بتاع التقديم، بس انا بحب يكون الشربات بتاعها خفيف، فعشان كده انا بهرش عليه. الكميه اللي طلعت معايا من الكوبايتين ونص دقيق، شايفين الكميه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم زد وبارك. كميه قد ايه؟ وحتى لو باظ منك في الاول واحده او اتنين هتطلع معاكي بعد كده زي الفل، زي ما انتوا شايفينها معايا كده، وما نشفتش ولا لزقت في بعضها ولا عجنت، وانا بقفلها معاكم عشان تشوفوها، لا فتحت ولا شققت. ده يعني انتوا شايفين طالعه معايا هشه من بره ومقرمشه ولونها ذهبي، وكمان من جوه هشه ولطيفه زي ما انتوا شايفينها كده. طبعا شويه قطايف احلى حاجه فيهم اللي انت عاملاهم بايديك ويطلعوا معاكي زي الفل. ويا رب الطريقه تكون سهله وبسيطه وتجربوها، وما تنسوش اللايك والاشتراك.